ازيكم عاملين ايه؟ بصوا يا جماعه، الفيديو ده هيبدو محبط شويه كده، وخصوصا ان احنا في رمضان. بس حقيقه انا مش قادر، لازم اطلع اقول الحاجات اللي جوايا يعني ملهاش دعوه بحد، يعني هي دعوه اكتر بيا يعني. وليه بقولها لكم؟ مش عارف، انا بقى يعني انا بقولها وخلاص. وهي متعلقه بفكره استقرارك النفسي وفي كندا بعد فتره من وجودك فيها. يعني انا كنت من زمان كنت فاكر ان انا اول ما اوصل كندا ده كده هتبقى خلاص، انا كده مش مشاكلي اتحلت، الحمد لله مش في مشاكل، بس يعني هحس بنوع من انواع الايه، الساتسفاكشن كده، يعني هبقى مبسوط وكل حاجه. وبالفعل اول ما وصلت كندا في 2018، والله كنت امشي في الشارع اشوف الشجر، احس ان يا سلام على جمال الشجر. وخصوصا كمان ان انا جيت مدينه اسمها فانكوفر. فانكوفر دي الطبيعه فيها فعلا خزعبليه، يعني حلوه جدا جدا. امشي في الشارع، شوارع متنظمه كويس جدا جدا. امشي اشوف العربيات، اشوف اي حاجه كنت سعيد بيها بطريقه مش طبيعيه. الحمد لله اشتغلت على طول. كنت مبهور بالشغل، مبهور بالناس والتعامل ومش عارف ايه وحاجات زي كده. وحاجات قيس على ده حاجات كتيرة من 2018 لغاية دلوقتي، احنا هو 7 سنين تقريبا، أكتر من 7 سنين كمان. بس الفكرة إن هو على طول واحد حاسس إن هو مش عارف، مش مبسوط، في حاجة ناقصة. والموضوع ده مش أنا لوحدي بس اللي بمر بيه، أعتقد ناس كتير من اللي موجودة هنا بتمر بيه. وأنا في الفيديو ده ممكن أكتر عايز أتكلم، أقول الحاجات اللي جوايا. ممكن الناس تشاركني فيها، ممكن الناس تقول آرائها. ممكن نشارك بعض أصلا إيه المشاكل اللي بتقابلنا، بالذات الناس اللي قاعدة جوه كندا. بتكلم على كندا، تسألني بقى في الغربة، أنا بتكلم على كندا. أنا عمري ما سافرت أي دولة غير كندا يعني. وأنا صغير عشنا في لندن 3 سنين تقريبا، بس ما كنت صغير يعني. فأقدر أقول لكم إن أنا من وجهة نظري إيه الأسباب اللي مخليني حاسس بكده، إن أنا يعني مش سعيد على طول. إن التوقعات، انا ما كانش عندي توقعات محدده اكتر من فكره ان انا لما اسيب مصر. رغم ان انا كنت في مصر، انت الناس اللي عارفه اللي متابعيني يعني، راجل دكتور جامعي وعنده مكتب وحياته ايه يعني زي الفل، تمام. كنت متخيل ان انا لما اسيب مصر واجي كندا اي مشكله يعني انا مثلا كنت وضع اجتماعي كويس وماديا الحمد لله كويس جدا ومش عارف ايه، فاكر هنا هكمل بقى حاجه تانية، سواء بقى احصل على الجنسيه، سواء احصل على مش عارف ايه. ففاكر ان هتملى فراغ جواك يعني. بس 7 سنين عدوا، مش عارف ما حسيتش بملل وفراغ يعني. جيت اشتغلت على طول الحمد لله، اترقيت في شغلي وبقيت في بوزيشن كويس خالص الحمد لله. عملت بيزنس جانبي، وعملت حاجات سوشيال ميديا، عملت حاجات. عندي حاجات على الجوانب الاخرى، حاجات مشاكل كتيرة وحاجات وفيات وحاجات كده طبعا اثرت في البيت عندي بشكل كبير. بس انا كمحمد مش قادر اقول ان انا اثرت في حاجة قوي في حياتي في كندا هنا. اشتغلت وعملت كوميونيتي وعملت حاجات كتير، انا شايف ان هي مش قليلة. بس في جميع الحالات حاسس برضو ان في حاجة ناقصة. يعني هل هي مشكلة توقعات؟ انا ما كنتش اعرف كندا عاملة ازاي. مش قصدي ان كندا وحشة ولا حلوة، كندا بلد رائعة، انا اقدر اقول لكم عليها ان هي بلد ممتازة للمعيشة لو انت واحد عندك هدف، وهو ان انت تيجي تستقر وتقعد مش عارف ايه. كندا عامة مش زي دول الخليج، ما هياش دولة انت رايح تشتغل فيها شوية وماشي يعني ما تاخدش جنسية. يمكن الخليج دلوقتي بدأ يفتح الموضوع، بس الطبيعي كندا دولة هجرة، انت جاي تهاجر، ما انتش جاي تحوش فلوس، which is اللي انا اكتشفته. يمكن عشان كده عملت البيزنس الجانبي بتاعي بتاع اكاديمي يعني. آم، مش بتاع التحويش وحاجات زي كده. فهل دي يمكن حاجة ضايقتني، حاجة ما كنتش أعرفها؟ مش عارف. بس اللي أقدر أقول لكم عليه إن ناس كتير هنا بحسها في نفس الدايلاما. طبعا محدش كتير يقدر يعبر عن المشاكل اللي جواه، لأن مش طبيعي إن أنت تطلع تقول أنا متضايق، أنا معمول، أنا مش عارف إيه. وخصوصا إن أنا مشاكلي ما هياش المشاكل اللي الناس كلها بتشتكي منها مثلا. مش كلها يعني، مش الأغلب الناس بتشتكي منها مشاكل مادية أو حاجة زي كده. رغم إن هي بقى لي فترة الدنيا مبقتش أحسن حاجة زي زمان. آم، فعلا الأسعار بقت غالية، والحياة بتكلفة الحياة بقت غالية. بس مش عارف. أنا التوقعات بتاعتي يعني ده برضو عشان أي حد جاي كندا جديد يعني، خلي عندك expectations محددة لكندا يعني. هتيجي تعيش، هتلاقي شغل إن شاء الله، تستقر وتقعد وتدخل. أنا الفكرة بس أنت بتبقى عايز تعمل إيه يعني. يمكن ده سؤال أنا بتساءل، أنا عايز أعمل إيه
يعني انا عايز وصلت اهو خلاص وعشت واستقريت وتمام وكأسرة وكل حاجة، خدت الجنسية وكله تمام، ايه بقى المفروض، ايه الخطوة التانية؟ ويمكن دي مشكلة عندي انا اتمنى لو في اي طبيب نفسي بيشوف الكلام ده يقول لي ايه المشكلة والنبي، يعني بقى زي الفل. وهتكلم معاك تاني، انا اتكلمت والله مع اطباء عادي، بس مش عارف ايه المشكلة بالظبط يعني اعتقد ان المشكلة ان انا كل ما بوصل لحاجة بحس ان هو ايه ده، حاجة عادية ان انا وصلت لها، انا وصلت هنا مش عايز اكمل، انا عايز اعمل حاجة تانية. فالحياة كلها مراحل بالشكل ده، وفي الاخر ما بوصلش المعنى احس فيه بالراحة. هل انا لوحدي كده؟ لا، يعني ده اللي اكتشفته بقى، يعني انا يمكن طالع دلوقتي بثقة اتكلم لان انا اكتشفت الناس كتير بتعاني من هذا الموضوع، ان هي مش راضية عن الوضع بتاعها، ومش بسبب مادي خالص، يعني بسبب حاجات تانية. فيمكن الفيديو بس يمكن سلسلة في مجموعة فيديوهات، وهي اتكلم مع الناس، اتكلم مع اصحابك، اتكلم مع مراتك، اتكلم مع اخوك، اتكلم مع اهلك، عبر لهم عن الحاجات اللي جواك. يعني هي ناس كتير بتبقى متخيلة ان الناس اللي في كندا عايشة حياة جميلة، وهي في الحقيقة حياة جميلة، ان تحس ان انت تنزل الصبح انت عارف انت هتروح من شغلك من بيتك لشغلك في وقت معين، حياة روتينية مملة وجميلة. في ناس كتير بتحب الحياة الجميلة دي، عارف تاخد مرتبك كل أسبوعين، عارف ان انت الولاد عندهم تمارين في ايام معينة، عارف ان انت بتعمل حاجات في ايام معينة. حياة بص مفيش اي مش عارف ان انت في الشغل عمر ما حد هيزعق لك، هتاخد حقك، مش عارف، حاجات كتير واضحة وجميلة. فهي الحياة جميلة، بس انت عايز تعمل ايه؟ دي الفكرة، ان انت تبقى عندك خطة شوية انت عايز تعمل ايه. ويمكن عشان ما اطولش عشان كده، كندا تنفع اكتر للناس اللي هم جايين يعيشوا فيها بشكل أبدي. بس الناس دي المفروض تكون حياتها ما هياش أحسن حاجة في بلادها عشان يجوا هنا. عشان انت لو حياتك في بلدك أو انت عايش في الخليج أو عايز حاجة، جيت هنا وعشت شوية، هترجع تقول طب ما أنا كنت عايش أحسن هناك. فمش قصدي والله حاجة وحشة، أو مش قصدي، بس لو انت حياتك ما هياش أحسن حاجة في بلدك، انت هنا هتبقى فرصتك في التأقلم مش احسن حاجه، ان انت حياتك وحشه هناك قصدي. يعني انت لو لسه بتبتدي حياتك، لو لسه في الكارير بتاعك في اوله او كده، لو انت جيت هنا هتلاقي نفسك ان انت مبسوط، لان انت بتكون كارير بتاعك وبتبني حاجه وبتبني صحاب وبتبني مش عارف ايه. انما انت لو في الميد كارير بتاعك هناك، انا مش دي نصيحه شخصيه مش عارف ناس تعمل بيها او لا، بس ما بتبقاش احسن حاجه. آه مش عارف استريحت شويه لما قلت الكلام ده، مش عارف انزل فيديو ولا لا، بس غالبا هنزله، مش عارف. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في الكومنتس، لو شفتوا الفيديو فاكيد انا نزلت الفيديو. ونتكلم في حاجه تانية، خلوني اشوف الاسئله بتاعتكم كده هي عباره عن ايه، و elaborate بناء عليها. يومكم سعيد، متنساش تعمل لايك وشير والحاجات الجميله، و سلام عليكم.